السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. بصوا، أنا ببقى محتارة هعمل أكل إيه إلا إذا حد دخل لي كده حاجة في دماغي. تهيؤات زي إيه؟ بنتي امبارح جابت كشري من عند حد أكلته. أنا ما بحبهمش الصراحة يجيبوا أكل من بره، تمام؟ ولكني قلت وماله، معنى إن هي احتاجت تجيبه من بره ده معناه إن هي محتاجة تاكله، يبقى إخواتها عاوزين ياكلوا كشري مصري، تمام؟ أنا دلوقتي عملت إيه؟ ده خل اللي أنا بضيفه، حطيت دقة توم، تمام، وشطة ومعلقة فلفل أسمر ومعلقة كزبرة ناشفة، وحطيتهم يعملوا إيه؟ يغلوا. ليه؟ عشان أنا أسقط الصلصة دي كلها اللي عندي. ما هو انا بقول لكم على حاجه، انا مش ببقى الصراحه مرتبه انا هعمل اكل ايه، ويمكن اكون مرتبه بس يطلع لي حدوته تانية. يبقى احنا هنا الدقه بالشطه بالتومه بالصلصه المتسبكه مع نفسهم هياخدوا ويدوا لغايه ما تبقى احلى صلصه جميله، تمام. احنا دلوقتي هنعمل ايه تاني؟ هنا عملت شويه رز بالشعريه، الله يا جمالهم. نقلبهم ونشوف. طبعا لو انت هتعملي كشري مصري بتكتري الشعرية شوية عشان تظهر قوي. فين؟ في الرز ابو شعرية. الحلل كلها جنب بعضها، هي طبخة انا عارفة ان هي ممكن تكون دوشة شوية، ولكن قد ايه الولاد لما بيحبوها ايه اللي بيحصل؟ انت بتبقي مبسوطة ان هم اكلوا حاجة كويسة. الحلة دي ايه يا ترى؟ دي ايه؟ دي عبارة عن عدس اهو بسلقه، بس انا بحب ايه ادلعه شوية، احط له فص توم، احط له معلقة كمون وهو بالسلق، اللي هو ايه ما يبقاش طعم العدس بس، لا يديكي احساس انه طعمه جميل، تمام. نسيبه ياخد ويدي مع نفسه، واول ما يبتدي ان احنا نصفي ميته ونقول له ايه، يلا بينا يا حلو. الله، طب دي ايه؟ دي حبة مكرونات. انا ببقى جايبة كده 4 مكرونات. يعني ايه 4 مكرونات؟ يعني مثلا ربع لسان عصفور، ربع مكرونة صغيرة عقل، نص كيلو سباكيتي، اللي بيها يبقى عندي حاجة مشكلة. دايما وانا بشتري احب اجيب حاجات مشكلة كده، اللي هو ايه احيانا انت هتحتاجيها. وقد حصل النهاردة ان انا نويت اعمل عدس او اعمل كشري مصري، تمام. والكشري المصري بتحتاجي ايه؟ بتحتاجي جميع انواع المكرونة. ادينا هنسلقها، طبعا المية فيها شوية زيت وشوية ملح، تمام. هنا عندي الحمص ده انا بحب ابله شوية. ليه بقى ابله شوية؟ قبل ما اسلقه عشان اشطفه كتير قبل السليق، وبالتالي يبقى عندي ايه؟ حبة ايه؟ حمص جمال، اضيفهم بعد ما اسلقهم، تمام. يبقى احنا عندنا دلوقتي شوية بصل، هنجمعه شوية بصل، اعمل التحميرة. ما تنسيش البصل ابقي رشيله نشا قبل ما تحمريه. الف هنا عليكم، ان شاء الله اخلصها واحاول اعرضها لكم باذن الله. انا فرحانه، عارفين ليه؟ انا عارفه ان عيالي بيحبوا الكشري المصري. يا رب تبقى لقمه طيبه عليهم وعليكم. كانت معاكم اختكم هناء ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله.